احنا عملنا دوره للكابتن جوهري، والدوره ديت كان بيشرف عليها المهندس علي ابراهيم، هو اللي جمع النجوم دي كلها اللي هتشوفوها النهارده علشان ترد الجميل للكابتن جوهري اللي كان نفسنا شارع او نادي او مركز شباب الكتب باسمه. تنظيم اكثر من رائع. كابتن جمال عبد الحميد هو اللي كلمني شخصيا عشان نشترك في الدوره، وفعلا عملنا فرقه، وفرقتنا كانت كويسه طبعا، كلها نجوم. كابتن كريم حسن شحاته، وكابتن وائل الاباني، كابتن عادل فتحي، وكابتن سامح حسن، كابتن مجدي عطوه، كابتن محمود عبد الحكيم، ومعانا الحارس المميز احسن حارس في البطوله كابتن حسين دياب. ففرقتنا الحمد لله كانت مميزه، بس للاسف احنا خرجنا من دور قبل النهائي. سعيد جدا طبعا بوجودي النهارده في الدوره دي، حاجه على اعلى مستوى طبعا بقياده كابتن جمال عبد الحميد. حاجه سعداء بيها ان احنا عاملين حاجه على روح المرحوم كابتن محمود الجوهري، ودي اقل حاجه نعملها زي ما قال الكابتن جمال. نتمنى ان الحاجات دي تتكرر كتير، لان زي ما قلنا اقل حاجه نعملها للكابتن محمود الجوهري علامه من علامات الكره المصريه، المفروض ان احنا ما ننساوش في اي وقت سواء هو موجود او مش موجود. اتمنى ان شاء الله يبقى في حاجات افضل كمان واكتر للكابتن محمود الجوهري، او لاي علامه من علامات الكره المصريه، مش شرط كمان الكابتن محمود الجوهري بس، لجميع رموز الكره المصريه ان شاء الله باذن الله. دايما في رمضان الدورات الرمضانيه وماتشات الكوره بعد الفطار والتجمعات تبقى حلوه جدا. كمان الدوره اللي احنا فيها هنا دوره باسم كابتن محمود الجوهري طبعا، الراحل الكبير، شيخ مدربين مصر كابتن جمال عبد الحميد صاحب الفكره، والمهندس علي ابراهيم اللي هو نظم البطوله، بشكرهم. اللي كمان فكره البطوله حلوه، اللي هو عمل الجيل بتاعنا اللي هو بتاعي اللي هو فوق 35. بقالنا فتره ما تقابلناش، كنا بنلعب مع بعض زمان بقى في الدوري وفي الماتشات وكده، فكابتن جمال عمل فكره كويسه خلى البطوله فوق 5، فرجع اجيال كتير جدا كنا بقالنا فتره ما بنقابلش بعض. وبعدين جو حلو في رمضان بعد الفطار نلعب شويه كوره كده، نحرق اللي احنا كلناه، نتجمع مع بعض، فدوره جميله جدا بصراحه، الواحد مستمتع. الملعب حلو قوي كمان، الاجواء وفي جماهير، ويعني اجواء حلوه قوي. كابتن محمود الجوهري غني عن التعريف، واحنا قلنا نعمل لمسه وفاء ليه. هو السبب الرئيسي اللي مصر طبعا وصلت في كاس العالم، ومن بعدها لغايه دلوقتي ربنا يسهل يعني ونحقق ونوصل ان شاء الله على الجيل دوت. فانا مع الكابتن جمال عبد الحميد فكرنا ازاي نكرم الكابتن محمود الجوهري، فاقل حاجه قدرنا نعملها له في رمضان ده عملنا دوره رمضانيه الحقيقه، جمعت نجوم مصر من المشاهير، كابتن جمال حمزه، كابتن كريم حسن شحاته، كابتن وائل الاباني، وغيرهم، ونظمنا البطوله على اعتبار ان هي الكاس بتاعنا يبقى على كاس المرحوم الكابتن الجوهري. احنا متعودين يعني عاده في عارفه اجواء رمضان دايما يبقى فيها الناس تحب الكوره والدورات الرمضانيه في كل الاجواء في كل الاوقات يعني. فبس السنه دي احنا يعني جالنا التفكير انا وكابتن جمال عبد الحميد ان احنا نقول ان كل سنه ان شاء الله نشوف رمز من رموز الرياضه نعمل كاس باسمه، فابتدينا بعلم من اعلام الرياضه اللي هو الكابتن محمود الجوهري، وان شاء الله السنه الجايه نشوف نجم تاني وهكذا يعني. اهم حاجه ان لما اول ما الدوره انطلقت يعني الحمد لله لقينا استجابه غير عاديه من النجوم اللي لعبوا مع الكابتن محمود الجوهري. وبعد ما حطينا الجدول والمجموعات ناس كتيره قوي زعلت وقالوا كان المفروض نشارك عشان الكابتن محمود الجوهري وكده. فان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله هنحاول ان احنا نعمل لها دعايه قبلها بفتره، بحيث ان الناس كلها تعرف اللعيبه يعني ويشتركوا يعني كل واحد يشارك معانا ان شاء الله. مساء طيبين. رمضان عودنا بالسهر، احنا موجودين في كل يوم في مكان، يعني مش عارفين بنفطر في بيوتنا، ودي جمال رمضان. كل يوم في الدقهلية في الصعيد، النهارده موجودين في التجمع، وبتمنى الكابتن جمال حميد والكابتن بيه كله توفيق، يوم جميل وسهرة جميلة وجو جميل،
واعتقد تنظيم هايل. بتمنى لجميع التوفيق، وان شاء الله باذن الله الاهالي بتوع الولاد الصغيرين مبسوطين، ونجوم كبيره موجوده، واتمنى يعني يوم جميل نقضيه مع بعضينا ان شاء الله. طبعا كابتن جوري ده يعني اخ بالنسبه لنا كبير، وابونا في مجال التدريب، الله يرحمه، كان يعني علامه بارزه للرياضه في مصر، كان قدوه كبيره، طلع عيال كبيره جدا من اللعيبه ثم من المدربين. كلنا بحزو الشخصيه المحترمه، القيادي الحازم العطوف الاخ. فطبعا الكابتن جوهري بالنسبه لنا رمز كبير، مش في مصر بس، اعتقد في الوطن العربي كله وفي افريقيا. ويعني الله يرحمه، واتمنى بقى لابنه واحفاده يا رب كل خير ان شاء الله. الفضائيه المصريه دي حبيبتنا وانا بحبها جدا، وكان زمان الفضائيه المصريه دي بتعمل بقى التحليل، وكان معانا الاستاذ احمد الشرباجي، وهو كان مخرج كبير ولغايه دلوقتي مخرج كبير، وبتمنى لك قدوه في الفضائيه المصريه. طبعا يعني علامه بارزه للمصريين في الخارج وفي الداخل، وبتمنى لهم يا رب كل نجاح وتوفيق ان شاء الله. اللمسات الممتازه، الكونتر اتاك والهجمه المضاده العكسيه، 3 على 2، موكل الاول خلص سجل تفاصيل في بطء عالي جدا، وفصل جول 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 جول. الهدف الاول عن طريق زهران، يضحى بعقلانيه وباقتدار مش مصر. هدف اول رقم ممكن الكنترول، يلعب الامام على طول اللمسه، ويرجع تاني انطلاقه، ممكن التعادل. يلا يا جوله، عادل يا عادل، لا مش ممكن يا عادل، مش ممكن يا عادل. اللمسه هنا في ملعب اللقاء. هذا الثاني قاتل. الحمد لله احنا لما فكرنا نعمل دوره رمضانيه حبينا نعمل حاجه غير مألوفه، يعني مش معقول يبقى في كابتن جمال عبد الحميد وفي محمد بايع يقعدوا يلعبوا مسابقات اتحاد الكوره الصوبي، ويعني ونعمل حاجه تقليديه. احنا حبينا نعمل حاجه تسمع مع الناس. الحمد لله احنا حطينا لائحه غير مسبوقه في الدورات الرمضانيه بشكل عام. يعني طبعا الدورات الرمضانيه اتعملت للتسليه ولمزيد من الاثاره والمتعه. ان زمان كان في الدورات الرمضانيه بيبقى قبل الفطار، بعد ما اتطورت من الشوارع دخلت لمراكز الشباب، وبعدين دخلت الانديه، وبعدين دخلت الاكاديميات، فاصبحت هناك في تطوير. احنا عملنا لائحه بشروط مسابقه. في الاول اتخضوا منها وقالوا لا احنا عايزين نلعب فاني، العمليه ما تبقاش العمليه فيها جمود. لما عرفوا بعد المباراه والثانيه ان اللائحه او شروط المسابقه معموله عشانهم وعشان سلامتهم، سلامه النجوم، وعشان امنهم، ان ما ينفعش، ممنوع 5 فاول، بعد 5 فاول يتعمل ضربه جزاء. ما فيش حاجه اسمها ترجع للجون تفقد الكره متعتها، مفيش الكلام ده. اصبح بعد المباراه الاولى قالوا فعلا انتوا عندكم حق ان انتوا تعملوا فعلا شروط تجديد في الدوري، وبالتالي كل اللي وصلوا فعلا سيمي فاينال النهائي فعلا على حق، والكل اجمع ان اللي وصل على النهائي. بس كان كله متوقع ان فرقه النجوم زي مثلا برشلونه وكانت جمال حمزه وكريم حسن شحاته وائل لباني كانوا يوصلوا النهائي، وفعلا كانت مباراه سيمي فاينال قويه جدا. خسروا 1-0 بس في اخر دقيقه. وفي المقابل الفرقه الثانيه اللي هي ايجل بقياده محمد حليم وسامي قمصان ومحمد مكي برضه نجوم، خسروا برضه بركلات الترجيح. يعني تخيل مباراتين 80 دقيقه صافي ما يدخلش فيهم غير هدف واحد، ده دليل على القوه والاثاره والمتعه في السيمي فاينال. تعالي بقى اضف الى ذلك ان احنا عندنا جوائز فرديه سواء في حراسه المرمى او احسن لاعب او احسن اخلاق او افضل اداء او افضل فريق او افضل يعني تحت شعار الافضل. طبعا احنا لما فكرنا في الدوره كابتن جمال عبد الحميد الحقيقه باعتباره كابتن مصر كاس العالم اختص كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه واطلق عليها دوره او تخليدا لذكرى الكابتن محمود الجوهري. مقطوع مصباح تنطلق على طول الريسيفر، ممكن يسجل، لا مش ممكن. يتلاعب الحارس ثم يضحك القائد، يهدر هدف قاتل في توقيت قاتل، ممكن يسجل. جول هدف اول في توقيت صعب جدا وانا في ملعب اللقاء. مش ممكن الشركات والريس ديفل يسجلون او لا تأتي الحكايه والروايه 1-0.
بصراحه فكره عظيمه، تكريم احد ابرز علامات كره مصريه في مصر، ان الراجل كتب تاريخ لمصر، فتكريم ليه النهارده والله حاجه فرحتنا جدا يعني الحمد لله. الناس كلها اتبسطت النهارده، وتغطيه اعلاميه ويوم رياضي حلو قوي كل يعني رمضان، وان هم يحرصوا ان هم يعملوا كده ويجيبوا عدد كبير من النجوم، فده حاجه كويسه جدا يعني. وشكرا لكل جمهور المصريه الفضائيه، وانا مبسوط جدا ان انا معاكم. كل سنه وانتم طيبين، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين اعزائي المشاهدين متابعين المصريه الفضائيه. النهارده في يوم رمضاني خالص اسطوري، قرنفال بل يكون مونديال، الكل يستمتع هنا في هذه الاجواء الرمضانيه الممتازه. اشكركم اصدقائي الكرام، هذه اجمل تحياتي معلقكم محمد ابو العلا ايشا.